بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم على علاج مهم جدا بالنسبة لخصوبة الذكر او خصوبة النتاية، وان شاء الله هنحل مشاكل البيض وقلة الانتاج. اذا كان طبعا في بيض عندنا بيطلع رايق، فدي حاجة مهمة جدا لازم ان احنا نستخدمها ولو مرة واحدة بس في الاسبوع. تعتبر فعلا اقوى من اي ادوية انت ممكن تشتريها، بتكون ثمنها غالي. عشان كده ان شاء الله هقدم النهاردة الفلفل الاسود. الفلفل الاسود اللي هو يعتبر فعلا بمثابة السيلينيوم او اقوى فعلا من السيلينيوم، وله فوائد عظيمة جدا بالنسبة للذكر وبالنسبة للنتاية. لو عرفنا فعلا الفوائد دي صدقني مش هتقطعها تماما ومش هتشتكي عن قلة الانتاج اذا كان طبعا البيض الرايق. فعشان كده لازم ان احنا نستخدم الفلفل الاسود. لو عرفت فوائد الفلفل الاسود صدقني مش هتقطعه تماما من عند الحمام بتاعنا. ومن اهم فوائد الفلفل الاسود يا جماعه ان هو مضاد قوي جدا للجراثيم، مما يجعله يقاوم الجراثيم. لو مفيش طبعا جراثيم بتخش المعده بتاعت فرد الحمام بتاعنا مش هيبقى فيه امراض بالنسبه للحمام. مضاد قوي جدا للاكسده ويساعد على تحسين الدوره الدمويه، ودي من اهم الحاجات اللي انا بحتاجها في الفتره دي اللي هي بيبقى منتشر فيها مرض الروشه، اللي انا طبعا بحتاج فيها تنشيط الدوره الدمويه. لازم يبقى فيه سيوله في الدم عشان ما يحصلش تجلطات في الدم بالنسبه للحمام بتاعنا، فبالتالي طبعا مش هيحصل اي حاله من حالات الروشه. مضاد للالتهابات مما يساعد على القضاء على الالتهاب المعوي، ودي اهم حاجه برضو بحتاجها عشان مرض السالمونيلا وعدم انتشار مرض السالمونيلا. فدي طبعا بتحد من انتشار مرض السالمونيلا وبيقضي تماما على الالتهاب المعوي. مفيد جدا للجهاز الهضمي ويحسن عمليه الهضم. بالنسبه لتحجر الحويصله اللي احنا برضو اتكلمنا عليه في فيديوهات كتيره جدا، بنلاقي فيه حالات تحجر الحويصله بيساعد على عمليه الهضم وبيحسن منها. يساعد على الاخصاب الجيد، ودي اهم حاجه ان انا بحتاجها، ان هو فعلا محفز جنسي قوي جدا بالنسبه للحمام بتاعنا، وبيساعد فعلا على عمليه الاخصاب بالنسبه للذكر وللنتايه. يعالج مشاكل تاخير البيض لدى الاناث ويحسن عمليه البيض عند الاناث. عايزين طبعا نحد من عمليه البرود الجنسي اذا كان عند الذكر وعند النتايه، فلازم ان احنا نشتغل بالفلفل الاسود ده ولو مره واحده بس في الاسبوع للذكر وللنتايه. ومن اهم مميزات برضو الفلفل الاسود ان هو بيقضي تماما على مشكله التليس لدى الاناث ويذيب الدهون ايضا تماما اللي في الجسم، فبالتالي بيبقى فيه انتاج عند الحمام بتاعنا. يعمل على تقارب مدة البيض لدى الإناث، يعني هنلاقي النوت بتاعتنا بتبيض باستمرار ومش هتقطع بيض إن شاء الله. منشط عام للجهاز المناعي، عايزين طبعا الجهاز المناعي يبقى كحائط صد بالنسبة للأمراض إذا كانت أمراض بكتيرية أو أمراض فيروسية. دي كده الفوائد العظيمة بالنسبة للفلفل اللي احنا قريناها مع بعض وشرحناها نقطة نقطة. هنتكلم بقى على طريقة تحضيره أو طريقة استعماله بالنسبة للحمام بتاعنا. هندي للذكر 5 حبايات بالفم مباشر لمدة 3-4 أيام. هنستخدم الطريقة دي مع الذكر، ومع النتاية بنديها 3 حبايات. لو الحمام قاطع بيض أو في بيض ما بيبقاش مخصب، دي هتحل مشاكل البيض اللي هو الغير مخصب وقلة الانتاج في البيض. والفلفل الاسود طبعا يا جماعه يعتبر فعلا بمثابه الادويه اللي احنا ممكن نشتريها اذا كانت بيطري او اذا كانت بشري اللي هو السيلينيوم. مش محتاج ان انا اشتري ادويه عمال على بطال، في حاجه رخيصه جدا ممكن اشتريها اللي هي زي الفلفل. ان شاء الله لو استخدمنا الفلفل زي ما قلنا كده بالطريقه دي لمده 4 ايام او 3 ايام متتاليه، 5 حبايات للذكر، هنلاقي فعلا عمليه الزوم الذكور عندنا شغاله وفي عمليه حركه بالنسبه للبيض وبالنسبه للانتاج وبالنسبه للتخصيب. دي كده نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده ما اكونش طولت عليكم في الفيديو، واتمنى ان انا اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.